ازيكم عاملين ايه؟ طبعا الراعي الرسمي لحلويات رمضان الكنافة. النهاردة هنعمل كنافة الفور سيزون بالمانجا والفراولة وصوص الشوكولاتة وكريمة اللوتس. لو تحبي تغيري نوع الفاكهة او تغيري نوع الصوص براحتك خالص. وهنعمل كمان مع بعض النهاردة كريمة اللوتس، وهنعمل صوص الفراولة والصوص بتاع الشوكولات. اولا محتاجة لكريمة اللوتس عسل بني، معلقة سكر أبيض مع حوالي تمن معلقة عسل أسود، قلبيهم كويس قوي مع بعض هيدينا السكر البني. هنحطه بقى في الخلاط وهنضيف له بسكوت لوتس مطحون 125 جرام. وفي نوع بسكوت بقى بديل لبسكوت اللوتس تحفة هتلاقيه في السوبر ماركت، مع معلقتين زبدة بالشكل ده، مع معلقتين لبن باودر كبار، ونص كوباية لبن حليب، رشة القرفة ومعلقة زيت واحدة. اضربيهم في الخلاط كويس قوي، هيطلع لك أحلى كريمة لوتس ممكن تاكليها من حيث الشكل ومن حيث الطعم. آآ طبعًا هي خفيفة الأول كده، لمّا تدخل التلاجة هتجمد شوية ويبقى القوام بتاعها تخين عن كده. بعد بقى ما عملنا كريمة اللوتس كده، هنبدأ نعمل الكريم شانتيه بتاعنا. كوباية كريم شانتيه باودر معاها كوباية لبن ساقعة أوي، أو كوباية مَيّة لو ما عندكيش لبن ما فيش مشكلة. اضربيهم بقى كويس أوي بالمضرب حوالي 7، 8 دقايق كده، وبعدين دخّليهم التلاجة لحد ما نبدأ نشتغل. قطّعت برضه نُص كيلو فراولة مكعبات صغيّرة، وبعدين حطيتها بقى كده ضِفت لها يعني نُص كوباية سُكّر، وسِبتها شوية بقى تنقّع في السُكّر لمّا نزّلت مَيّتها. بعد كده هتحطّيها على النار، تخلّي النار هادية الأول شوية كده لحد ما تنزّل بقى كل المَيّات اللي فيها، وبعدين تعلّي عليها النار. صوص الشوكولاتة بقى نُص كوباية لبن، مع نُص كوباية لبن بودر، مع نُص كوباية سُكّر بودر، مع نُص كوباية كاكاو. هنضربهم في الخلاط كويس أوي، وننزّل عليهم نُص كوباية زيت شريط كده من فوق، يدّيكِ أحلى صوص شوكليت ممكن تاكليه. الفراولة أهي زي ما باقول لِك هتوطّي النار عليها في الأول خالص، وبعد كده هتعلّي النار لحد ما تنشف وتبقى صوص جميل. الكنافة اللي استخدمتها نُص كيلو، قطّعتها بالمقص الأول كده، وبعدين حطيتها في محضّرة الطعام فرمتها. كل 5 دقايق كده هتشوفي الفراولة أهي نزّلت بقى كل المَيّات بتاعتها، وهتغطّيها وتسيبيها لمّا تنشف شوية والقوام بتاعها يتماسك شوية. آدي بقى شكلها في الآخر. قطّعت بقى الفراولة كده أو سوري الكنافة في محضرة الطعام، وبعدين معلقتين سمنة كبار على النار، وتبدئي تحمّريها. ممكن لو مش عاوزة تحمّريها على البوتاجاز كده دخّليها الفرن بنفس برضه الطريقة. بعد ما حمّرتها بقى ضِفت لها 3 معالق سُكّر باودر كده وقلّبت بقى كويس. ممكن لو مش عايزة تستخدمي السُكّر البودرة، استخدمي معلقتين 3 شربات كده وقلّبيهم كويس في الكنافة. نزّلت الكنافة بقى وأخدتها في طبق برّه علشان ما تكمّلش سِوَى يعني وتحروق مننا. أخدت منها بقى في البايركس كده عملت طبقة، وبعدين عملت إكس كده بجوز الهند علشان أقدر أحط السوسات. شايفة بقى كريمة اللوتس بعد ما دخلت التلاجة بقت أتخن شوية، لو عايزة تخففيها ممكن معلقة لبن واحدة أو معلقتين. حطيت بقى كده في ربع كده كريمة لوتس، في الربع التاني الصوص بتاع الفراولة، شايفة شكله جميل إزاي، وصوص الشوكولاتة كده ومانجا. لو تحبي بقى تغيّري طبعًا أنواع الفاكهة براحتك، لو الصوص بتاع الشوكولاتة مش عاوزاه، عايزة تعملي صوص تاني أو تغيّري كريمة اللوتس، دي طبعًا حاجات كلّها براحتك. وبعدين حطيت طبقة من الكريم شانتيه، وبعدين حطيت طبقة من الكنافة. أنا عاملة الكريم شانتيه خفيف شوية، مش كنت محتاجاه كده يعني. بعد كده حطيت طبقة من الكنافة وطبقة من الكريم شانتيه، وبرضه عملت حرف إكس كده بجوز الهند علشان أقدر أزيّن فوقيه. حطيت بقى الفراولة وقطّعت فراولاية كده حطيتها للتزيين، وحطيت شرايح مانجا بالشكل ده. والربع الأخير طبعًا عملنا فيه كريمة اللوتس بقى المعشوق بتاع الولاد. وبعد كريمة اللوتس حطيت فوقيها طبقة من البسكوت بتاع اللوتس المطحون كده، وبسكوتاية لوتس للتزيين بالشكل ده. ورشيت بقى شوية فستق كده على الشوكولاتة وعلى المانجا. التزيين بقى ده بتاعِك دايمًا، ده رؤية شخصية ليكِ يعني، شوية فول سوداني، شوية أي حاجة موجودة عندِك زيّني بيها، وحطيها بقى في التلاجة مش أقل من ساعة كده تتماسك، وقدّميها بألف هنا وباي باي.